بركة الله سبحانه وتعالى مناقشة الطالب، ونبدأ بالأخ الكريم العزيز والذي حل ضيفا علينا وقد تجشم عناء السفا، فله مني ومن أعضاء جلسة المناقشة كل الحب والتقدير والاحترام. يعني الأخ الأستاذ قامة قتيبة فوزي جسام قامة علمية كبيرة جدا جدا، فرحانين ومسرورين يعني بالقدومة ومناقشة الطالب، فليتفضل مشكورا. جزاك الله خيرا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السيد رئيس لجنة المناقشة المحترم، الأساتذة زملاء في لجنة المناقشة محترمون، الأساتذة الحضور، الأخوات يعني في القاعة، الطالب العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة يشرفني أن أكون ضيفا في يعني محافظة ديالى العزيزة لأول مرة، وهذه طبعا زيارة أول مرة أدخل إلى ديالى، الله يحفظكم. وحقيقة هذه الرسالة التي استمتعت في قراءتها وتوحي من الوهلة الأولى أنها رسالة متميزة، وأن الطالب بلغ في مرحلة وفي درجة من الإتقان في الكتابة لا نجدها عند كثير من الباحثين. حقيقة هذا المستوى يوحي أنه رجع إلى مصادر كثيرة جدا. فأبدأ بإيجابيات الرسالة. طبعا موضوع الرسالة معاصر، هذه إيجابية تحسب للطالب. الكتابة عن منهجية المستشرقين من الدراسات التي تحتاج إلى خلفية علمية وقدرة على التحليل والنقد العلمي التي لا تتوفر عند بعض الباحثين. قلة الأخطاء النحوية والإملائية والطباعية، كثرة المصادر والمراجع التي رجع إليها الباحث. مقدمة الرسالة وخطتها جيدة جدا. الدقة في نقل المعلومات، دقة الفهارس، يعني الفهارس المتنوعة، هذه أيضا فهارس الآيات القرآنية، فهرس الكتاب المقدس، الأحاديث النبوية، الأعلام، كانت دقيقة وموفق في عمله. أما هذا جهد بشري، فنبدأ بالملحوظات التي هي تقدم كهدايا لتطوير هذه الرسالة ولإيصالها إلى إن شاء الله أساتذة الأخوة في لجنة المناقشة. كل واحد سيقدم ملاحظات ستعزز هذه الرسالة وتكون بالمستوى الذي يجعلها إن شاء الله قريبة إلى الكمال. الملحوظات: أولا، وجود بعض الأخطاء العلمية والنحوية والإملائية والطباعية، أكو قليلة جدا، يعني هي أنا من أقول قل بالإيجابيات، لكن هي موجودة لأنه جهد بشري. وجود دراسات سابقة لم تذكر في المقدمة ضمن الدراسات السابقة. عدم ترقيم الفروع في المطلب الأول من المبحث الأول في الفصل الأول، صفحة 13 وما بعدها، هاي سقطت عنده سهوا. وجود تكرار بأرقام الهوامش نفس المقاطع وذكر مصدرين مستقلين لنفس المعلومات. عدم التعريف ببعض الأعلام والمصطلحات والأماكن التي وردت في الرسالة. وجود بعض الكلام غير موثق من المصادر كما ورد مثلا في الصفحات 27 28 43 44 82 100 102، يعني كلام لم يوثق بمصدر. عدم ترتيب مؤلفات المستشرقة أنجليكا نوفرت حسب التاريخ في صفحة 32 33 34. هذه الملاحظات العامة. أما الملاحظات التي دونتها في صفحات الرسالة سننتقل إلى
صفحة نبدأ على باء. كتبت لك يعني الترقيم، يعني الألف وين صار؟ بادي بالباء. لا يعني احنا ما أعرف هذه صراحة أيضا بها فسحة. نعطيك مجال إذا تقول لي أخلي بالواجهة الألف هم أمشيها. نعم. هذا المنهج يعني متبع مضبوط. في نظام شيكاغو. مضبوط. اي انا هذا سؤال هذا، فانت جاوبتني، جزاك الله خير. عندك الاقرار المشرف وما بعده، اقرار المقوم اللغوي، اقرار المقوم العلمي، هذه ماكو تواقيع. يعني احنا هسه ما نقدر نشتغل اذا انت ما موقع. الاهداء طبعا هذا من الايجابيات التي تحسب لك. يعني انا ناقشت كثير من الرسائل، كاتب لي جريده اهداء ما خل واحد ما يهدي له. هذا الاهداء مالك يعني مال صدق علمي، صدق يعني عجبني، اهداء علمي مختصر ويعني صحيح هذا اهداء. الفهرس عندك فقط ملاحظتين، الصفحات 54 وهاي المطلب الثاني الترقيم بالتسلسل 22. المطلب الثاني كاتب ايش كاتب انت؟ تعريف بالمصطلحات المتعلقة باللسانيات. وتحت المطلب الثالث تعريف بموضعها في الصفحات. اذا ترجع على الرسالة ما مكتوب تعريف، انت مسويها سقطت عندك سوا، راح نوصل عليها ونشوفها. نعم. طبعا انت اخذت كلامها عن سورة التين وكلامها عن سورة الحجر. اني الماجستير مالتي سورة التين دراسة وتحليل، والدكتوراه سورة الحجر دراسة وتحليل. جبتها بالصميم كأنه انت قاعد تتكلم، يعني هذه موضوعات اللي اني درستها. عندك الملخص ما ادري هسه تقول لي هم خاف تجاوبني جواب. يعني الملخص يقدم يصير بعد الآية. دكتور مو مشيت على نظام شيكاغو. يعني هذا شيكاغو هذا اذا تقول لي التزام يعني لا يعني هسه يجي يقرا شلون يقول من الباب. يعني انت الملخص اول ما يفتح الصفحة الأولى يشوف الآية بعدها الملخص مباشرة، تكون ملخص الرسالة بالبداية فيقدم. زين عندك هاي النتائج رقم 3. شو النتائج قبل الخاتمة؟ شلون هاي النتائج قبل الخاتمة؟ يعني هي الخاتمة شنو؟ الخاتمة شنو؟ هي الخاتمة مو نتائج والتوصيات؟ لا هذا المنهج انت لا تقول لي. هذا عندنا كان واحد يعني احد الاساتذه من يقول له على شغله هي خطأ نعرفها كلنا، مجموعين الاساتذه يقولون خطأ، يقول له هاي على الطريقه الامريكيه، هاي على الطريقه الفرنسيه، وهاي يجيب لنا ما ادري. فاحنا انا اشتغلت بالنظام شيكاغو والمراجعه فما اقدر اخالف بعد. يعني قصدي هذه النتائج النتائج يعني تقدم على الخاتم. يعني هذا موجود هيجي بالتسلسل مضبوط يا دكتور؟ ما مضبوط. تمام. يسمونها نتائج اجماليه. نعم. اكو بروباغندا، هاي مصطلح هنا ما هنا هي بالملخص. اي هاي ما انت ما معرف بيها يمكن. نعم ما نعرف بيها. اي بالملخص يعني ما تحتاج تعريف. شلون يعني احنا ما نعرف؟ هسه انا ما اعرف. لازم تبحث. انت تعرف، يجوز المشرف يعرف، انا ما اعرف. اي بروباغندا يعني هاي لازم تعرف لنا اياها. يعني هي دكتور يعني السياق الاستشراقي يعني شائعه ومعروفه. مو احنا ما نعرف بالاستشراق حيل. ان شاء الله. انت اكثر واحد هسه صرت عندنا تعرف بالاستشراق. نسالك بالاستشراق. الله يحفظكم. عندك مشكله بالهمزات. هسه بالمقدمه اول ما بديت بالمقطع الثاني فإن مو فأن. هاي عندك الفأن هوايه. فإن هنا أنا كتبت تكمن في السطر الثاني، يعني قاعد تمدح الرسالة، تكمن في موسوعيتها وشموليتها. تلاحظ؟ نعم.
يعني انت قاعد تحكم على رسالتك من البدايه انه هي شامله وموسوعيه، يعني قاعد تمدح. هاي مو بصالحك، مو بصالحك. بالعلميه من مدح ما ندري نكمل. اي انت قاعد تمدح بالرساله من اول سطرين بالمقدمه، شويه تواضع يعني. اي نعم. عندك هاي المصطلح السيروره بالسبب اختيار الموضوع، تقول وفهم سيروره، وبعدين وراها صيروره، بعدين تيجي صيروره. نعم. يا هو الاصح؟ ايه صح. ايه اثنينات، بس ليش تستخدم هاي وهاي؟ شنو الصيرورة بالتقدم والتطور. ها. والصيرورة بالوجود، صار من صار. نعم. مشتقة. يعني انت تفرق بيناتها. شلون؟ تمام. دقيقة. اشت ايدك. زين هذا منين مصطلح السيروره؟ الصيرورة هذا لفظ عربي. آه. صيرورة من سار، مشتق من سار. تمام. يعني وجدت بحثت عنها كاتبين مصطلح ماركسي، ما اعرف. سيروره يعني طلع هذا، يعني اذا تقول انت مصطلح يعني متداول عندكم، احنا ما مستخدم عندنا. بالاهميه الموضوع. نعم. انت الحركات جزاك الله خير على الحركات، يعني هاي ايضا تحسب لك، بس عندك بها اخطاء. مثلا السطر الثالث باهميه الموضوع على الضوابط، اقراها وراها شنو؟ الأهمية والمنهجية. لا، اهميه الموضوع صفحه 2 صاد 2. على الضوابط العلمية غير السطر اقرا. ايه العلميه شلون محرك انت؟ العلمية. العلميه الكسره لو فتحه العلميه. هي مو مطبوعة دكتور، قبلها يا بعدها يا العفو. لا انت كاتب العلميه، كاتب العلميه، كاتب العلميه وليس العلميه. ايه كاتب العلميه مو العين بكسر العين. زين. الثلاثه رقم 3 التي استخدمها المستشرقين لو المستشرقون. اي شوف جو باهداف الرساله رقم 1 السطر الاخير من خلال رحله استكشافيه. يعني انت عندك بحث علمي لو عندك استكشاف، هاي تقول من خلال رحله علميه، يعني مو استكشاف. انت مو عندك طالع بناشونال جيوغرافيك وقاعد تستكشف. اي يعني علميه. نعم علميه مصطلح، خليت لك اياها صح لحته. اي عندك يعني طبعا استمتع بالرساله مالتك، ثق بالله رساله راقيه جدا. يعني انا هاي من اعطيك ملاحظات اريدها توصل الى مرحله بان شاء الله تكون ارقى ما يكون. يعني انا هذه هدايا وليست يعني انتقاص منها، حاشاها يعني. الله بالخير. عندك الدراسات السابقه، هاي ما ادري هسه لم تقول لي بشيكاغو الجهود السالفه، هاي هم شيكاغو؟ لا. اي الدراسات السابقه. الدراسات السابقه انت كتبت لنا جزاك الله خير، اكو رسائل، بس اكو اطروحه الدكتوراه بعنوان منهج الباحثه الالمانيه انجليكا نوفرت في تفسير القرآن الكريم، دراسة نقدية مقارنة، بدر الحاكمي 2021. نفس عنوان رسالتك، بس أنا طلعت عليها. أنت شغلك يختلف جذريا، وجبت لك هذه الفهرست مال الأطروحة، صورت لك إياها. أريدك تضيف هذه في المغرب جامعة القرويين، اتصلت بيهم طبعا ما منشورة، ارسلوا لي اياها. هذا الفهرس اطروحه الدكتوراه. فهذا يثبت عندك في اي نعم. هاي دكتور اذا تشوف طلع عليها هذه الاطروحه. طبعا انا اتصلت بالاستاذ اللي مناقشها، وبعد الفحص والتدقيق والذي يعني يحسب لك أن الكتاب الذي يعني استخدمته أنت في دراسة لنوفرت انطبع بال2022، وهذه الرسالة الأطروحة بال21 قبلها. يعني هاي فاصل زمني أنت يعني هاي ما موجودة الأطروحة. أنت الكتاب اللي اشتغلت عليه هو انطبع بعد الأطروحة هذه.
فهذا ايضا النسخة الأجنبية. نعم، فهذه تفيدك انه توثق انت شنو اللي ضفته. هذا تقريبا نظري، انت عملي شغلك. انت جبت امثله، هو مشتغل شغل يعني كلام يعني نظري، انت عملي. ايضا هناك دراسه تاريخيه تاريخيانيه النص القرآني عند المستشرقة الألمانية أنجليكا نوفرت من خلال مقالتها شكل القرآن والبنية. هذه طبعا هاي دراسات ضيفة أفضل، يعني هاي الدراسات موجودة عنها دراسات سابقة، أنت مطلع عليها، ضيفة أفضل تخليها بعد الأطاريح والرسائل. عندك صفحة صح يعني صاد 4 منهجية الباحث رقم 1 يغلب على الرسالة المنهج الوصفي والتحليلي والنقدي. يعني أنا صراحة أنت أعذرك، لأن هو الرسالة ما تريد هيك يعني. بس إحنا عندنا بالبحث العلمي يقول لك لازم منهجية محددة بس أنت شغلك هيك يعني، هو يستوجب. فأنت هذه بس تحذف الوصفي تحذفه، لأن أنت عندك تحليلي نقدي، هاي تكفي. أنا أقول الوصفي أنت يعني من تحلل، أنت قاعد تحلل يعني، والخيار لك إذا تريد تحذفها أو تريد، هاي الأمر أنت والسيد المشرف. يعني الوصفي أنا أشوفها يعني تقدر تحذفها. رقم 3 جرى استعمال توثيق المراجع والمصادر. ليش قدمت المراجع على المصادر؟ هم تقول شيكاغو؟ دير بالك. زين، بالهامش رقم 1 عندك الهوامش، طبعا ملاحظة عامة. ليش الأرقام مال الهوامش ما خالها بين قوسين؟ يصير الرقم بين قوسين، الهوامش بالهامش بين قوسين، يعني قوس هلالي. السطر الأول شوف هذا المكنى بأبو عمر، كاتب أنت بأبي عمر، بأبي. أي صفحة دي؟ هاي صفحة 4. نعم بالهامش، هو السطر الأول بالهامش رقم 1 هو. عندك صاد 5 اتكأت. هاي اتكأت يعني أنا ذكرني يعني، ما أنا قلت تستبدلها يعني اعتمدت أو يعني اتكأت، هاي شوية. اتكأت في البحث تحذف في البحث. ليش؟ اقرأ العبارة اللي بعدها. على عدة طرق وأدوات كثيرة في البحث. شوف هسه احذفها، اقرأ اعتمدت على عدة طرق وأدوات كثيرة في البحث. هاي صحيحة، هاي في البداية في البحث هاي زيادة. كتبت التاء وتم ذلك باستخدام لغات عديدة. ما هذه اللغات؟ تغير تقول لي اللغات، يعني تقول لغات عديدة، اكتب لنا. يعني دكتور انا اضطريت اترجم بعض شنو اللغات اللي انت اللي استخدمتها يعني استخدمت الانجليزيه اذكر لنا اياها. هاي ما دام منهجيتك، احنا حتى القارئ يعرف انت يعني صارت الاحتكاك باللغات الانجليزيه، اللغه الفرنسيه، اللغه عددها. أنا اقتراح يعني كان، ما دام أنت دراستك عن كتاب كيف سحر القرآن العالم، هل كان بالإمكان أن يوضع هذا الكتاب في عنوان الرسالة؟ يعني تدرس أنت تقول الرسالة أنه كتاب أنجلي، يعني تدرس أنت المنهجية في هذا الكتاب. يعني ما يقدر، لأن أنت رحت على غير كتب. استخدمت فأنت أخذت غير هذا. هذا بس يعني هيك لا ذكرتها بالمنهج. نعم، انت لان اخذت عده مصادر. نعم. راح ننتقل هسه على الصفحات يعني اللي بيها ملاحظات سريعه. على 10 صاد 10 الفصل الاول، هذا شويه الخط يحتاج اكبر، خط اكبر يعني، حتى المباحث والمطالب شويه تكبر يعني،
تصير بارزه، يعني عندك مجال بعد شوي اللي جوا كبرها على 13 صاد 13. هذا قلت لك عليها الملاحظه انه الاستشراق لغه هاي يصير اولا، انت ما مرقمها، انت بعدين بالاخير من الثاني رقمت، بس هذا ما ادري سقط عندك سهوا. عندك اصول مصطلح الاستشراق ثانيا، الاستشراق في الاصطلاح ثالثا. عندك هاي ملاحظه عامه ايضا تخلي لي هامشين 2 3 صفحه آية صاد 14 تخلي الاثنين وبعدين 3 تقول المصدر نفسه، تخلي لي واحد هو هامش واحد، يعني انت ليش تكثر الهوامش؟ شنو غير لفظه؟ لا هسه 2 و3، لا 2 و3 هسه. اي وين اللفظه الثانيه؟ اللفظه هاي هسه يعني نهايه مصطلح الاستشراق في اللغه الانجليزيه. يعني هاي اول كان بس اورينت، نعم، الثاني بس المقطع الاخير من اورينت اليسين. يعني انت يعني تختلف اختلاف بالرابط. نعم، ترى بالمعلومه اللي انت ماخذ. نعم نعم، بس اكو تكرار بها، هسه راح نيجي عليها. نعم تكرار كثير اكو على ال 15 السطر الاخير. وطالت هذه الدراسات لباحثين. شويه النحو عندك هاي المستشرقين مأثرين عليك. لا هو زين والله، يعني لغة الرسالة سليمة جدا. نعم هاي ووضعوا ومسلمين وضعوا، ليش وضعوا واو زايدة هاي، وضعوا لمساتهم العلمية. نعم المستشرقون في اللغة رابعا، المستشرقون في الاصطلاح خامسا. اكو هنا المستشرقون في الاصطلاح وهي دراسات لغير الشرقيين ممن يعنى بدراسات الشرق. نعم يعني انت هنا قبلها اكو هذا الرقم 1 و2، هاي هي الهامش رقم 1 رقم 2 صاد 16. هنا شنو الفرق؟ اي صفحه دكتور؟ 16 عفوا، الرقم 1 ورقم 2 هوامش. هل بالامكان يكون هامش واحد وتخلي فارزه منقوطه وتكمل تقول و يعني ما اني منهج هذا، يعني منهج هكذا. اي هم ما يستخدمون مثل يعني نجمع الهوامش، ما يجمعون يعني هامشين هيجي. اي تمام. حياكم الله. صاد 17 وسط الصفحة. ولتأجيج، هاي المغلوطة، اكو كلمة المغلوطة بداية السطر. وضرب العقيدة والشريعة وتأجيج. لا يعني وتأجيج 17 وتأجيج، مو ولتأجيج وتأجيج، لأنه انت كاتب وضرب العقيدة والشريعة وتأجيج الفتن، مو ولتأجيج الفتن، يعني هاي اللام زيادة. زين هاي أخطاء يعني بسيطة. 19 يعني هذه أيضا عندك 19 صاد 19 3 والأربعة. هل جمعت أيضا على المنهج؟ يعني ما نقدر نسويها هامش واحد. تمام، هاي شغلة جديدة احنا هاي طلعت لنا. اي اكو وألمانيا الذرائعي السطر الأخير، ما أعرف أن بيها الذرائعي. هذا شنو جوه؟ انت معرفها بالرسالة؟ لا هي عرفني اياها، كتبت لك عرفتك اياها. انا تفضل المصلحة القومية
والبراغماتيه الواقعيه على الايديولوجيه. هذه يعني تعريفها يجي موجز. انت سوي لنا بالهامش. جنبت بعض الاشياء ها يعني انت تحفظا. للسياسه. تمام. هذه عندك 20 اسهامات المدرسه. نعم. حقيقه هذه تكلمت عن ألمانيا اهتمامها بال يعني الدراسات الشرقيه وطباعه الكتب. حقيقه رسالتي بالماجستير انا طبعتها بألمانيا، طبعتها في ساربروكن بال 2017 رسالة الماجستير. فهم يهتمون طبعا مجاني طباعة وأرقى ما يكون. اول طبعا اي يعني طبعاتهم راقية وهم مجانية. يعني هم يعني هاي فعلا حقيقة كلام لطيف عن اهتمامهم بالطباعة والدراسات الاستشراقية. زين، هنا راح اقول لك على شغله. تقول شيكاغو 21. صح هذا الشيء. نعم 21 الهامش رقم 1. اي الهوامش تختلف عن المتن. ها يعني بالمتن يصير ما يصير تدمج، بالترجمه يصير، بالترجمه يصير. شلون وين ودي لها دكتور؟ ها وين ودي؟ لا ماكو. لا مو انت هنا هسه دمجت. هسه هنا انا سويتها 2. يعني استخدمت لا واقع حال صار. انا ما ادري هاي المعلومه ما تعطي مجال. اكو مدن هنا مثلا سطر صاد 22 فيينا ليدن وبرلين. يعني اذني مدن الان شنو هاي بس بالهامش قول لنا هاي عاصمه كذا. هاي يعني ايه اكو فيينا مثلا. اكو ناس ما تعرف. استخدمت اضطراب دلالي. نعم اكو مدن يعني مذكوره. اسهل بالرساله. الرساله صارت والخيار لك يعني انت. طبعا اسماء اللي ذكرتهم المستشرقين هاي دائما تمر علينا بالدراسات القرآنية. جزاك الله خير عرفتنا يعني باسماء احنا كنا يعني شلون اللي يقرا رسالتك هي موسوعه صدق موسوعه. يعني موسوعه بالتراجم وبالاعلام وبالمستشرقين. الله يحفظك. هنا ايضا صاد 23 هامش رقم 3. هاي منو هذا؟ دينيه. هامش 3. زين 3 ايش كاتب انت؟ غير تعرف النبي بالدينيه هذا شنو؟ شنو هذا؟ هذا شخصيه لو شنو هاي كلمه؟ اي صفحه؟ 23. لا فوق هامش 3 فوق. لا دكتور دينية معرف سابقا. وين؟ عرفته سابقا موجود. ما انا ما مر علي. معرفه بس يعني هنا 20 الهامش رقم 7. معرفه يعني قبل. لا معرفه. جزاك الله خير. اي لان هذا مستشرق فرنسي. لا عرفته. تمام. مو انا قلت ليش عجب طافره يعني. لا ان شاء الله. جزاك الله خير. عندك صاد 24 هامش 5 و6. الخمسة واللي بعده 6 ايش كاتب؟ المصدر نفسه. صاد 78 81. زين القبلة الجزء الثاني هو نفس الجزء؟ لا عاد غير شو انت ما كاتب الجزء. جزء ما عندك. اين الجزء؟ كتبت لك السطر الفوق ثاني سطر ترجموا كما هائلا. تلاحظ كما هائلا سطر الثاني شفتها هائلا. نعم 25. اكو الكلام هذه ملاحظه يعني عامه. الكلام اللي يبقى بالهامش ينتقل على الصفحه اللي بعدها. خلي يساوي
يساوي يعني حتى يعني يبين انه كلام اكو تكمله. نعم. هو اكو دليل على هذا الشيء دكتور. الخط مال الهوامش اللي يوصل عن المتن من يعبر عن الصفحه الثانيه يكمل الاخير. هو كامل، هو بس هذا هو يعني متعارف عليه، حتى بالكتب يستخدم، بالكتب موجود. صفحه 27 هذا الكلام بالصفحه التمهيد، هذا كلامك يعني من وحي. نعم. يعني انت كلامك يعني هذا. نعم جزاك الله خير. يعني والصف و28 يعني كتبت لك اين المصادر. يعني هاي بالبحث العلمي انت مقدمه طويله هذه، يعني ما يصير تكتب لك صفحتين هيك من عندك. هاي اعرف بس تمهيد، بس انت ماجستير مو دكتوراه ولا استاذ دكتور حتى تكتب براحتك. يعني لازم لك توثيق، وثق لنا. هذا بحث علمي. البحث العلمي من اصول البحث العلمي هو التوثيق. فانت صفحتين بدون توثيق هذا كلامك هيك يعني نسمح لك صفحه مثلا، اقل صفحه، بس صفحتين لا، ما يصير. هاي عندك صاد 30 استاذ الدراسات العربيه في جامعه برلين. هاي المناصب انت اللي يعني غير تسوي لنا على التواريخ، يعني تعطي المنصب اللي هسه وبعدين ترجع على القديم، رتبناها حسب السنوات. وعندك ايضا 32 الكتب مؤلفات للنوفرت. ايش كاتب انت؟ كاتب مثلا هسه رقم 5 عام 1981 وقبله عندك 2014. رتبهم حسب السنوات، تترتب حسب السنوات. وكذلك صفحة 33 ترتب حسب السنين يعني السنوات. وكذلك 34 ترتب حسب السنوات الأقدم ثم الأحدث. نعم. اكو صفحة صادت 36 السطر الأخير. ديرك بالله اقرا لي هاي. وين دكتور؟ السطر الأخير لكنه بالحقيقه حسب ما ترجمت إليه هذا. ترجم قبل. أيوة. تمام. ما تقدر تضيف لنا فد معلومه انه تمت ترجمته او ما اريد اترجم يعني انت بكيفك، بس انت ما دام جاوبني انه ترجم ارتاح. اني ارتاح انه انت عندك يعني معلومه انه ترجمه. زين. عندك صاد 40 الهامش رقم 1 اخر هامش صاير 1، هذا ينتقل لازم على الصفحه اللي بعدها. اكو صاير عندك زحف بالكلام. دكتور انا اخليه بالصفحه اللي بعدها يصير فراغ كبير. وعندك هسه الهامش رقم 3 القبله 3 شو تسوي انت؟ القبله 3 طبعا هوامش هاي دائما انت تخلي فراغ بين الهامش وبين الكلام، فدا يصير عندك الهامش جوا والكلام فوق، ادمجه وياه يصير ملاصق. هذا ال3 يصير فوق، والواحد راح ينزل بالصفحه اللي بعدها، هو ينزل اوتوماتيك. نعم. 41 على 43 نتج عن الكتاب. هاي وسط الصفحة، هذا كلام إلى 44 إلى ثانيا. هاي كلام منين؟ هم إليك مصدر منين؟ هذا ليه؟ والله ما يصير تكتب هيك كلام. يعني انت تقدر إلك مسموح نعطيك ما يصير. ماكو لا يعني انت قاعد تقيم مستشرقة، تقيمها وتنطي معلومات وتنطي هذا، وبعدين بدون مصدر. يعني ما ادري انت واصل مرحلة متجاوز يعني على 49 شوف هنا عندك خطأ طباعي. اقرا لي فوق شو مكتوب؟ المصطلحات العامة. الطاء وين؟ صح.
49 المصطلحات طال. هنا عندك ايضا 2 و3 الهوامش. هذا البيت الشعري. اي يا صفحة دكتور 49. 49. يعني هنا هامش رقم حبيب، انت مسوي هامش واحد هو يعني شلون طلعت هذا يعني ايضا هاي على المنهجيه انه كتاب وبعدين كتاب اخر، ايضا على المنهجيه. هامش رقم 2 و3 يعني صاير 2. ما اني هاي اول مره تمر علي هاي الشغله. هذا المنهج باشكال هذا. نعم. عندك 51 اي ضبط السطور. نعم. عندك 51 الهامش رقم 2 إراد لضبط السطور. شوف شلون صاير يعني اكو خربطة. نعم. اكو صاد 52 ايش كتبت انت؟ هامش رقم 4 زينون الرواقي. شو جوا كاتب؟ ايش كاتب؟ زينون الايلي. ما عنده خط. هذا زينون الرواقي. هذا يختلف. انت ايش كاتب؟ كاتب 490 430 قبل الميلاد. هذا وانت فوق ايش كاتب؟ 323 قبل الميلاد. خطأ. هذا زينون الرواقي اللي من 334 الى 262 قبل الميلاد. تلاحظ هذا خطأ صاير عندك. اي نعم. اي لا هذا خطأ. هو انت جايبه هذا الايلي، هذا غير واحد. هذا قبل يعني فرق 100 سنة. الله يحفظكم. هذا ابقور 53 ابي قور. هذا ترجمت له قبل؟ لا. اي هذا ابي قور دكتور عرفت الابي قوري. اي ابي سلامة الله حياكم الله. باعتبار هو من يعني انت اثنين في شفت نعم يعني تشابه بيناتهم فما في داعي نذكر. نعذرك بها. هاي هنا قلت لك علي هاي الملاحظة 54. شوف انت بالفهرس ايش كاتب؟ التعريف بالمصطلحات. هنا ايش كاتب؟ التعريف ماكو. كتبت لك اياه التعريف بالمصطلحات. على 58 عندك هذا المخطط اللي جايبه. طبعا انت مثلي هم حتحب المخططات. انا بالسورة التين مسوي مخطط الى سورة التين. اي فايضا تحب المخططات مثلي. من اي سنة الى اي سنة هذه؟ يعني هسه انت كاتب القرنين السابع والثامن. حدد لي السابع والثامن منين الهجريين، منين بادي هاي الفترة الزمنية؟ من يا سنة يبدي الى يا سنة؟ قل لي انت شو تقول هسه؟ اذا تجاوبني. اجاوبك؟ اي جاوب. السابع والثامن من يا سنة يبدي وينتهي الى وين؟ قرنين. اريد تقول لي هاي السنة من عام 1000 وكذا الى وين؟ ايش قد يعني تبدي؟ القرن السابع هجريا يبدي من سنة 600 الى 800. عاشت ايدك مضبوط. هاي طبعا طلابنا مرات اسال اقول له القرن السابع، يقول لي 700 وفوق، يعني 720. هذا يقول لها القرن السابع ما يعرف. فهاي انت جزاك الله خير. هاي يعني اي شوف هنا أنا كاتب مثل صيرورة. هي هاي نفس الصفحة 58. اكو سيرورة واكو صيرورة. مستخدم اثنيناتين انت. يعني شلون؟ بس فرق لي بينات. انت يعني نفس الكلام لا تتكلم. مرة تقول صيرورة مرة تقول سيرورة. المصطلح الاول يختلف عن الثاني. السيرورة تقدم قلنا. اعرف بس انت بالمثال هسه هاي مثال يعني وحدناها. يعني مرة تقول صيرورة مرة تقول سيرورة. نعم. 58 بالمثال. اشترك بالسياق مثل صيرورة البنية النصية للقرآن من القرن الأول. زين. وجود القرآن هو ارتبط ببداية الإسلام من القرن الأول. فصار القرآن ما ادري انا هاي مال يعني كلمة تستخدم مرة سين مرة صاد. وحدها 60
عندك هاي الملاحظه نحن نطفرها، هاي مال الهوامش، هاي عندنا مشكله يعني احنا شيكاغو اي بعد هاي نعذرك. هاي عندك 61 المقطع الثاني، وقيل انه هو، تحذفها انه، وقيل هو احد العلوم التي، مو الذي، التي تعنى بدراسة، مو يعنى. السلام ورحمة الله وبركاته. 63 هاي مسألة الهوامش معروفة. 64 عندك الواجهة الفصل الثاني نفس الحالة، الخطوط تكون بخط يعني أكبر. 65 الهامش رقم 2، اقرأ لي بالله هذا الاسم. بالمكتوب تحت بدون يا، شوف يا ولا صح؟ اي يعني انت مو، لا وحدها انت ما دام اكتب مثل الترجمه، يعني تكتب مره فوق شكل وجوا شكل، وحد لي اياها، هي الصحيح انا رجعت عليها بالياء مضبوطه، هي مكتوبه يعني حتى بالتراجم. شوف عندك هنا مثلا 67 المقطع الثاني، ان نوفيرت، ان هاي اكو يعني اي هاي يعني نعم. بال 68 ماركس ونيت، هذا الهامش رقم 3 شو ما مترجم منه؟ ترجمه من قبل؟ لا غير الترجمه من الفلسفه. يعرف انت عندك تعرفهم يعني، انت يعني فد سطر قل لنا وين، احنا مو كل واحد يعرفه، ما راح تاثر يعني على بالعكس هاي لك اضافه على 71. هاي الهوامش انا شفتها يعني بشوف 1 2 3 4 5 6 7 شنو هاي؟ دكتور منشد العفو، هاي المنهجيه هيك يعني؟ احنا شيكاغو 17 احدث منهجيه. يعني هيك الهوامش يخلوها؟ يخلوها هيك؟ نعم. هاي ما مر عليها قبل. 17 هذا يعني احنا اي تمام. دقه متابعين. جزاكم الله خير. حتى متابعه المنهج يعني يخلون هوامش متعدده. تمام. هذا طبيعي. نعم. خمسة 75 عندك الأربعة، اقرأ لي بالله. الأنجلة اقرأ لي إياها بالله. الذي طرحه ماركس في بطن تأثر فيه، وهو تأثير الكتاب المقدس على القرآن الكريم، وليس ذلك فقط بل تأثيره على الفكر العربي. ها هي زين، أنت تقول تأثيره على القرآن الكريم، غير تجيب لنا مثال شلون أثر؟ راح نتكلم عليها يعني لاحقا هاي إن شاء الله. يعني كنت تكلمت عنها تأثيراتها على القرآن. زين، أنا ما وجدت يعني مثال يوضح هاي الأمور، يعني كلمس يد، أريد شيء ملموس تقول لي هو قال كذا كتاب المقدس. ها يعني الأمثلة تقصد اللي هاي الأمثلة اللي سوت مقارنة بين الكتاب المقدس وبين القرآن، هذا اللي تقصده صح؟ لا قصدي أني هو الكتاب المقدس، التوراة والإنجيل تقصد التثنيناتين؟ لو العفو الإنجيل الاثنيناتين. زين، تأثر على القرآن شلون تأثيرها؟ نعم. اي يعني هو يريد المثال عليها، مثال. نعم ان شاء الله. هذا عندك 79 السطر الأخير،
اهتم، السطر الأخير اهتم، هذه وصل وليس قطع، مو اهتم، اهتم، همزة وصل. الهامش رقم 4 السطر الثالث وهو على ضربين. بدك تلاحظ خطأ هذا النحوي. حلوة رسالتك، حلوة يعني فيها أخطاء بس قليلة جدا. الله يحفظك. 81 كتبت لك هذا الكلام أنت تتحدث أو تتحدى نوفيرت هذا الكلام إلى 5. أريد أمثلة ملموسة. أنت كتبت لنا أمثلة؟ كتبت لنا بعدين. أنا كتبت لك يمكن الملاحظات قبل ما أقرأ اللي بعدها. إيه فموجودة أمثلة. نعم. هذا الواقع السياسي 82. الواقع السياسي في شبه الجزيرة العربية، يعني أنت صرت تتكلم وتخلص الموضوع. هنا الهامش ماكو، معرف لي بالأحباش، وراها ماكو لا هامش لا هاي. من عندك الكلام أيضا؟ هذا يا دكتور اعتمدت على كتاب يعني. أعرف بس أنت هذا الكلام يعني ما موثق، وثق لنا من مصدر. منين جبته؟ جزاك الله خير، يعني كلام لطيف واستمتعت بقراءة هذه الموضوعات. على 86 هاي اشوفك يجي الاخطاء انت راح تشوفهم ان شاء الله تصلحهم كلهم ذني. السطر السادس وبينما اعتبر الفلاسفة اي والمفكرون، لا تلاحظ السطر ب 87 السطر الرابع من تحت. شوف فإن هاي عندك مشكلة بالهمزة مال إن فإن مو فأن. من تحت قبل الهامش رقم 2 ب4 أسطر. هاي فإن تصور بال87 صفحة. فإن عندك 88 هامش رقم 5 أيضا فوق مكتوب بالكاف وجوه مكتوب، يعني الكتابة تختلف. وحد لي إياها توحد. هذه الشخصية ما مكتوبة يعني نفس وحدها يعني هذا التوحيد. أنت تطلع لنا الشيء يعني تكتب شيء فوق وبالهامش شكل مو صحيح. زين هنا عندك 92 هامش رقم 1 ورقم 2. شنو هاي وغيرها؟ مطلع هامش البابا شنودة، هاي لاهوت المسيح. نعم. يعني هاي انت يعني غيرها هي تريد توثق على هذا الكتاب؟ الهامش الاول على هذا النص من الكتاب المقدس. نعم. والهامش الثاني للكلام اللي هو بس يعني المسيحية يعني ما سبق. وغيرها. تمام. 94 حنتقل على الملاحظات القوية. 92 هذني كل اخطاء الطباعيه اكو بالاملائيه، يعني شغلات هاي انت ما راح هاي مال فإن واكو هوايه يعني مذكورات بالصفحات اي قليلات، يعني مو كثيره يعني ينعدم بالاصابع قليلات. زين عندك 100 هذه الصفحه والتي بعدها يعني كلام كل من كتاب كيف سحر القرآن العالم. يعني بس هذا الكتاب يعني انت قاعد تنقل، يعني توصف صدق انت عندك منهج وصفي قاعد توصف وصفي، فاقول لك لا تحذف الوصفي. فانت قاعد توصف الكتاب، تجيب لنا انه كذا وهذا كذا، فهذا جيب لنا فدويه مصدر ما تقدر تجيب لنا توثق لنا. يعني انت كله تشتغل بكتاب، انت وحدك والكتاب وقاعد تتنظر عليه يعني قصدي. واللي بعدها 102 زين يعني 3 صفحات انت بس كتاب قاعد تكتب انت من عندك قاعد توصف. يعني شويه جيب لنا مصادر حتى تقوي رسالتك. هي قويه بس انت تقويها اكثر.
106 الهامش رقم 4. 106 نعم الغزالي. عندك شوف هنا المكنى بالسطر الأول نفسه بنهاية السطر المكنى شوف 107 الهامش رقم 1 جوا شوفه أيضا. لأبي نعم هذا. عندك 107 16 هاي رقم 16. ما شاء الله عندك انت هاي الكلام النقاط من واحد يقرأ ياخذ الواهس يعني يبدي الظهر يخلص العصر ما يقدر يكمل يعني كلام طويل. الهامش عفوا 16 فوق السطر الثالث اقرأ لي شنو هاي تفنى نعم تفنى مو بالضم تفنى. هاي الضم عندك صايرة هاي 107 رقم 16 السطر الثالث 109 110. شوف هنا هامش 3 قبلها فلقد قسم الزمان إلى 3 أقسام 3 أقسام تلاحظ هاي الهامش قبل 3 نعم اي 3 أقسام. هاي عندك نفس الواحد صاير عندك صفحة 111 112 صاير عندك زحف رقم 111 عفوا 111 و110. عندك 113 الهامش رقم 1 المصدر نفسه بداية الصفحة انت لازم تكتب لنا المصدر ما يصير تكتب لنا المصدر نفسه. زين والله هاي فإن هواي عندك هنا هاي الصفحة بها صفحة 115 عندك 2 السطر بالوسط وذلك فإن نهاية الخلق تلاحظ لقيتها وسط الصفحة صايرة بالضبط. وبالسطر التحتاني قبل الأخير فإن الزمان صفحة 115 السطر قبل الأخير فإن الزمان. زين دكتور يقول لي بس على الوقت ايش قد باقي. الله يحفظكم بارك فيكم. هاي عندك 119 الخلاص. اي اقرا لي اياها والله الله يحفظكم الله يحفظكم. شنو اول كلمه يعتبر القرآن الكريم فناء البشر. يعتبر القرآن الكريم هو يعتبر مو يعتبر القرآن. انت سويت القرآن فناء البشر يعني ايه يعني هذا او يعد هي يعد اصح يعد لا مو هي هنا مو عفوا بس يا صفحه لا مو يعد هي هنا دا يتكلم عن المنهجيه. اي صفحه 119 يعتبر هو يعتبر او يعد هو يعد القرآن يعد القرآن فناء لا هنا يعد يعني تتكلم عن منهجيه. القرآن اي فهاي يعتبر القرآن الكريم يعتبر القرآن فناء البشر هو يقصد يعتبر بس اقرأ العبارة هاي ما مو صحيح. هي مكتوبة يعتبر يعتبر القرآن الكريم فناء البشر جزءا من فكرة الخلاص. القرآن الكريم نظرت للخلاص صح يعتبر هو بالفتحة خطأ العبارة. نعم 120 السطر الثاني فإن غير بوسط السطر ايش مكتوب غير ما تدخل على ماكو وراها غير متعلقة ما يصير غير المتعلقة باللغة غير ماكو وراها التعريف غير متعلقة بالموت تحذف. 121
هذا الاسم ما ادري بس شلون تقرا بالله اقرا لي اياه. هذا بالمقطع قبل الاخير الهامش رقم 6 قدم ستيف تيفيتش. اي هذا منو؟ انا عرفته. عرفته قبل؟ عرفته. تمام. ما انا ما وجدت له. زين السطر اللي بعده ايش كاتب؟ للنجوم والفلك والفلك. علم الفلك مو الفلك. هاي عندك الضمه هنا يصير فتحه. هو التحريك سبب اي يصير خطا، يصير بها اخطاء. نعم. عندك 123 ايضا هذا الكلام، يعني هاي نفس الملاحظه اللي ذكرت لك اياها. كيف سحر القرآن العالم. انت بس الكتاب ودا تكتب توصيف، يعني اريد من عندك تجيب لنا فشي، يعني تضيف لنا مصدر، واحد قايل مقال حتى لو من الانترنت، احد يعني قوي كلامك باقوال سابقه. الدراسات الاستشراقيه نادره جدا. اي اعرف، بس انت لازم تلقي لك فشي، يعني تجيب لنا وياه سطرين ثلاثه. يعني انت انت مستفرد هسه، مستفرد بهذه الرساله، وحدك تكتب، يعني مستفرد بهذا الكلام. نعم. هسه عندك رقم 7 ايضا هاي فانه تلاحظ وفق رؤيه نوفرت فانه، مو فانه. 8 السطر الثاني على ان له، تلاحظ مو على انه له، تلاحظ هاي شلونها. نعم. ألف صفحة 125 يوزيف. شوف هاي الكلمة المستشرق يوزيف كاتب انت. هذا بالهامش ايش كاتب؟ جوزيف. شوف فوق يوزيف وجوا جوزيف، يا هو اللي واحد النيام يعرف ترجمة. مو انت فوق تكتب لنا شيء وجوا شيء، وحدها. هاي هنا عندك الهامش 4 قبلها بداية السطر أصلية بذلك. نفس الصفحه دكتور؟ اي نفس الصفحة 125. وليس للقرآن الكريم أصلية بذلك. نعم. شنو أصلية بذلك؟ يعني ما نسبة للقرآن الكريم. يعني أنا بس فهمني هاي العبارة، يعني أنت تقول ما اعتبرتها أصل لهاي المواضيع، المكان والزمان والتاريخ ما اعتبرتها أصل. مو أصلية، تقول أصل بذلك. نعم. أصل بذلك مو أصلية. نسبة للكتاب المقدس يعني للفلاسفة. وقد وردت سابقا عنده وليس للقرآن الكريم أصلية بذلك. ما أعرف. أصل يعني أصل، هو أصل يعني ما موجود بالقرآن هذا الشيء ومضاف. هاي عندك فإنه هواية هنا شو قام يزيدا. شوف هنا عندك 127 هامش رقم 2 ارسنت اكسل كنوف. هذا شوف فوق شكل وجوا ايضا وحدها، يوحد هذا. هاي عندك 129 في قولي السطر الثالث من تحت. ولا هاي هنا هي تكلمت عن سورة الحجر 129 هامش رقم 2 ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. هذه كتبت لك، هذه أطروحتي بالدكتوراه. تقدر يعني أنت يعني هي تتحلل، فأني دراسة وتحليل. يعني هذه حتى لو تشوف كلام المفسرين، أنت مفسرين بعيد عنهم، ما يعني تجيب لنا يعني أنت لما تخطئها، أنت من تخطئها من تجيب شيء خطأ عندها، هي جيب لنا الكلام الصحيح، جيب المفسرين ايش يقولون. انت تستبعد الكلام المفسرين، تستبعد يعني تصير فقط في زاوية المستشرقين، فجيب لنا الاتجاه المقابل حتى نبين انه هذا خطأ. اي يعني قليلة جدا، قليلة، ما ضفت لنا فد شيء من المفسرين.
ما انت يعني منهجيتك تستبعد الكلام عن المفسرين. عندك 130 دال، بل هو السطر الثاني، بل هو صورة من الآخرة. شنو وراها؟ ولتطور المكان، ولتطور المكان مو للتطور. هنا عندك 132 الهامش رقم 3 الآية إذا زلزلت الأرض زلزالها، هنا التي تشير إلى زوال قوم ثمود بزلزال لم يكن قادرا أو قدرا بل كان عقابا. زين هنا هاي الآية تجابها على يعني هي تقول هيك يعني خالطة، عندها خالطة الدنيا بالآخرة، يعني تتكلم تجيب آية عن الآخرة تطبقها على الدنيا. اي ما يعني خلط عندها. نعم اي خطأ عندها، صاير خلط بين النسخة العربية والإنجليزية، هو اختلافات. نعم. احنا هم مشينا على الترجمة والإحالات مال انت مرات تمدحها ومرات يعني هاي عندك 136 السطر الأول هذا، أي باعتبار الدين جزءا أكو تنوين وراها ألف، جزءا أي جزءا. عندك جوا 3 السطر الثاني إذ تحاول جاهدة، ما بها ألف، جاهدة يعني التاء مربوطة عليها تنوين، جاهدة. نعم. عندك السطر الأخير عن وما، عما تصير السطر الأخير عما مو عن وما. هاي 138 كتبت لك أين المصادر، يعني أنت ما شاء الله تبارك الله تكتب بأريحية، يعني وصف وهذا بس. وعندك أيضا 139 ايضا ماكو يعني توثيق، ما هاي مو هذا اضطرار، ماكو شيء اضطرار، ما اعرف. هاي عندك ال 23 مثل هي تذكر الفاظ جريئه مثل فشله وغيرها، انت بس كتبت لنا فشله، شو تقول هي؟ شو تقول غير هاي الالفاظ؟ اذكر لنا لازم كلها تجيب لنا اياها، لازم تجيب لنا ايش قالت هي. انت من تقول فشل، هي تقول فشله العرب يعني تقصد، مو هيك لو اي شنو الالفاظ الاخرى تذكر لنا اياها، جيب لنا اياها. لا وغيرها انت هنا كانه اي قصدي تذكر لنا اياها، لان انت هاي ما دام توثق عن منهجيتها لازم تذكر لنا الالفاظ اللي استخدمتها. الفصل الثالث ايضا نفس الحاله، هذه صفحه 140 تجعل يعني خط شويه كبرها المباحث انا مسوي خطه على اساس بس شو يعني مدى الملاحظات حقيقه. 141 السطر الثالث على مدى القرون الثلاثة السابقة. نعم. هنا عندك صفحة 144 الهامش رقم 5 وآخرون كثر. منو هؤلاء الكثر؟ ما قايل لنا. انطينا بالهامش، انطينا مثال كذا كذا 1 2 3 اكتب لنا كم واحد. انت تقول لي من تقول كثر جيب لنا 2 3 اعطينا امثله عليها. وين كاتب؟ وين كاتب؟ لا مو انت كاتب لنا تقول وكثر يعني غير هؤلاء، جيب لنا النوب غير ذولا. اي ما تقول كثر يعني اكو غيرهم. هاي هنا عندك الصفحة 146
هامش رقم 1 أنجليكا نوفرت نظرتان للتاريخ والمستقبل البشري. هاي بالمصادر ما موجودة. أنت ذاكرة وين؟ بالمصادر الإلكترونية. غير تذكر أن الرابط هنا هذا المصدر بالمصادر. يعني ذكرته بالبداية. اي بس هو البدايه. تمام. بس ما أنا ما مر علي، يعني ما أعرف، ربما يعني تذكر. نعم. لا إذا ذاكرة قبل تمام، إذا ذاكرة قبل تمام. والله يعني ملاحظات هذني تقريبا مكررات. هاي عندك صفحة 152 هامش رقم 1 صاير تحت يعني بعد 10 هذا صاير ايضا زحف بالرسالة بالصفحة. 151 نعم 152 و155 القبل الصفحات. انا احطيك هاي الخارطة تشتغل عليها، الصفحات اللي بيها الملاحظات اللي تصحيحات لغوية نحوية كذا. اي هذا حتى ان شاء الله نخلص من الاخطاء. الله يحفظكم ويسلمك. بس اريد اشوف اكو ملاحظات ما اعرف يعني صراحة. انا مسوي الخطة بس الوقت حقيقة داركني يعني. انا الله يحفظكم، هذا من كرمكم والله. عندك صفحة 171 هامش رقم 4. اي هامش 4 صفحة 171 محمد بن صالح بن محمد العثيمين. احنا جتنا تعليمات، ما اعرف جتكم يجوز بالوزارية هاي الاسماء ما تستخدم بالرسائل، يحذف. اي يحذف، ارفعه من انا ومن المصادر، احذف هذا. اي نعم يحذف، حتى رحم الله امرئ جب الغيبة عن نفسه حتى. نعم. عندك صفحة 172 السطر الأول وسيلة جوهرية وأصلية وأصيلة. أصلية شنو هاي؟ يعني أنت تقول أصلية هاي للشغلات المادية، أنها معنوية. أصيلة أصالة بالمعنويات. أي صفحة دكتور؟ صفحة 172 السطر الأول كاتب أصلية أصيلة أصيلة. عندك 173 المقطع الأخير تتوارى وتكمن أهمية هذا المبحث تحذف هذا، يعني تقدم هذا المبحث في تقديم هكذا. نعم. عندك 178 الهامش رقم 5. انت ما شاء الله تاقنها بالطباعة، يمكن تطابعها. اي عندك الكاف هذا شيء يصير لها الكاف صايره هيك كاف وحدها، يصير لها كنت شفت ويا شنو جاي، تصير عندك شويه تصير كاف هيك بدايه ك. اي نعم نعم. هاي الهوامش عندك مثلا هسه هاي هوايه متكرره. 179 هامش رقم 5 شوف صاير وحده متطرف جوا بالنقطه 10. الهامش هاي كلهم اطبقهن ويا الكلام حتى يصعد فوق. هاي عندك صايره فراغات، هاي الفراغات احذفها. 183 4 نقطة رقم 4 السطر الثاني وفي الغالب استعملت تلك الدراسة. هي دراسات يعني أنت تقول دراسة، هي دراسات مو دراسة. نعم. هاي عندك 184 النقطة رقم 9 سطر الثاني نهاية السطر لم يقف الأمر إلى هنا، إلى هذه النقطة. إلى هنا يعني شلون إلى هنا؟ هاي السطر الثاني لم يقف الأمر إلى هنا.
إلى هنا، لو إلى هذه النقطة، إلى هذا المستوى، أو إلى يعني إلى مو إلى هنا، إلى هذه النقطة، أي إلى هذه النقطة، بل تجرأت. نعم. عندك هنا صفحة 185 ذكرت لنا رقم 11 عمدت نوفرت. هاي إن نوفرت، لا عمدت نوفرت رأسا، ماكو إنه، شيل إنه، عمدت نوفرت إلى، عمدت نوفرت إلى. نعم. 14 السطر الثاني شوف بإنه. نعم. خلينا ننتقل سريعا إلى، إذا كمل أعتذر عن الإطالة، الله يحفظكم. عندك 190 رقم 33 السطر الثاني نقطة رقم 33، يعني ما عنده 10 و20، كلها ثلاثينات أربعينات، يوصل ما شاء الله يعني. بل جعلت السطر الثاني، بل جعلت مقارنة بين القرآن الشفهي والمدون. يعني أنت مقتنع؟ هي بس أنت غير إلك رأي، غير تقول ترد عليها، تقول القرآن هو واحد، هو يعني شائكة. أعرف أنت، هي حساسة، موضوع حساس وخطر، يعني هي بتتكلم، أنت لازم لك رأي، تقول أنه هو القرآن واحد، هو الشفهي والمدون نفسه شاهدان، القرآن شاهد الحفظ وشاهد الكتابة. أنت هي من تقول أنه القرآن الشفهي يختلف عن هذا طعن بالقرآن، أنت لازم ترد، لازم تقول أنه هذا موقفها غير سليم وهذا طعن بالقرآن، لازم تعلق عليها. أنت خوش يعني موصف وجايب الأشياء بس ما معلق عليها، وكأنه الأمر طبيعي، يعني عابرها، عابرها، كأنه الأمر هذا من مرتضيه، عبر عنها، قول يعني أن هذا الكلام يعني لا يقبل. يقول هذا ما أخذ يسجل على الكاتب، على الكاتب. نعم. رد عليها، رد. دراستك نقدية بعد. نعم. يعني توجيهاتها مو كلها تسجيل. عندك 40 بصفحة 191 37 عفوا، خلينا نبدأ على 37. اقرا لي والله 37. أن الدراسات الإسلامية تفتقر للتنوير حتى يتم التوفيق بين العقل والعلم والإيمان، بمعنى أنها حظيرة للمنهجية والعلمية، وأن الدراسات الإسلامية قد تكتب بوازع إيماني من غير علمية ولا منهجية ولا حيادية. يعني هذا تتكلم عن الدراسات القرآنية عند يعني كل نسبتها، يعني بس هي اللي تفتهم، بس هي تفتهم بالدراسات القرآنية، كأن المفسرين والعلماء اللي كتبوا عن القرآن هذا كله من دافع إيماني. مصيبة هو ما رد. ما رديت، رد عليها، تقول هاي كلام مو صحيح. انت كمسلم ترد عليها، تقول انه هذا الكلام غير صحيح. نعم. 40 السطر الثالث نفس الصفحة، المشاكل فيها المشاكل التي يواجهها، هاء بها مو هاء وحده، يواجهها، تلاحظ؟ نعم. عندك جيم صفحة 192 القرآن ما قبل المعتمد، بالله اقرأ لي اياها. القرآن ما قبل المعتمد والقرآن ما بعد المعتمد صنفان أدبيان. اقرأ لي بعد. وتعني به أن القرآن قد تطور وليس نصا مكتملا منذ بدايته، حيث كان ينقل شفاهيا بطريقة درامية محبوكة ليصبح مدونا. يعني القرآن اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام مو نفس هذا السلب المصحف، يعني هي سيدة تقول هيك، هي تقول تطور ووصل لنا، هاي تطعن عبالها، هاي عبالها مثل التوراة والإنجيل بكيفهم بما استحفظوا من كتاب الله. ما كتبت لأن تكتب لها وراها تقول لها إنا نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظون، يرد عليها، قول هذا القرآن محفوظ من الله. عفوا.
حياك الله دكتور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا عيوني؟ الله يسلمك، الله يعزك، الله يسلمك ويبارك فيك. اليوم انت شرفتنا ايضا. سبحان الله، الصدف شلون. انا اول مرة اجي الاديالة وانت ما موجود. اي والله. اي الله يسلمك، والله انا مشتاق لك كثيرا. الله يبارك فيك، الله يسلمك. ما عليك والله زود، انت علم والله. نلتقي ان شاء الله، نلتقي ان شاء الله على المناقشة الثانية ان شاء الله. حياك الله، الله يسلمك دكتور. على الراس، على الراس. وصلت الفلوجة لو بعد؟ اي بالوحدة والله امتحانات عندهم وزارية وامتحانات دراسات عليا ومخبوصة الكلية والله. صح. نعم. نعم. ان شاء الله بالسلامة. سيد علي وياي يسلم عليك، الحيالي. اي جبته وياي. الله يحفظكم، يبارك فيك، الله يسلمك. انت الشرف والله. مشتاق لك والله، مشتاق لك كثيرا والله. الله يبارك فيك دكتور، اشكرك على اتصالك. لا على راسي، الله يبارك فيك، الله يحفظك دكتور. ان شاء الله، الله يبارك فيك. والله ما شاء الله كليتكم يعني صرح والله، والنعم منكم. الله يبارك فيك، الله يحفظك، الله يسلمك، الله يبارك فيك حبيبي الدكتور. حياك الله. السلام ورحمة الله وبركاته. عيوني، حياك الله دكتور. شكرا جزيلا، الله يبارك فيك. اعتذر. عندك 192 الهامش. اعتذر سيد العميد. الهامش رقم 7 إذا تلاحظ، أنجليكا نوفيرت وجهان للقرآن، يعني هذا العنوان ماله ملغوم. اي صفحه دكتور؟ 192. يعني القرآن بوجهين، يعني هي تقصد هذا، تقصد انه اكو شيء واكو شيء ثاني حسب وجهة نظرها هي، فانت لازم ترد على هذا الشيء. نعم، حتى شيء مختصر. رقم 45. احنا راح نصيح لك استاذ عمر بعد منا، بعد ذاك دلشنا. اي 45 هاي النقطة ايضا شو تقول هي؟ اقرا لنا على السريع بالله. 45 بين القرآن والمصحف وتحديد الخطاب، حيث ان القرآن لدى نظرة له دلالة تختلف عما أشيع عنه، فتزعم انه لفظ يطلق على الكلام الشرعي المنزل بواسطة وحي النبي وهو مقدس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقدس ومصدرا للمصحف، ورؤيتها كانت بسبب تحليلها للنصوص عندما رأت انعكاس القسم المكي للثقافة العربية أكثر من المدني. أما المصحف فهو يطلق على الكلام المدون المتطور من شفهي إلى مكتوب، وأنه نتيجة لجمع وتدوين ومرجعا للقرآن، وهذا يندرج ضمن المنهج المقارن. يعني هذا كلام، يعني ما أدري كلامها إيه، يعني كلام مو صحيح. هي هاي كلامها، أنت لازم توضح. إيه يعني لازم أنت بدك توصف بس لازم ترد عليها، لازم ترد تقول انه جيب لنا كلام مفسر، كلام العلماء ماذا يقولون. زين، عندك 194 55 ركزت نوفيرت على مفهوم المكان في القرآن. بالله اقرا لي هذا. ركزت نوفيرت على مفهوم المكان في القرآن الكريم بتحديدها لقصص العقاب. نعم، مثل قصة النبي نوح عليه السلام، نبي الله هود عليه السلام، إضافة إلى ذلك نبي الله صالح عليه السلام، ثم نبي الله لوط عليه السلام، ولا ننسى النبي شعيب عليه السلام. وقوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اقرأ لي السطرين الأخيرة والله جوا، هاي ما بيها شيء، اقرأ لي جوا. الموقف الرابع. نعم.
موقف الله ان تدعو لمن يبطل الاعجاب في عمل طبع نقديه القران الكريم لاكمال ما بدا به براجستر اسر ومن معه وتنقد تاخر وتخلف الدراسات الغربيه عن ذلك. يعني تريد نسخه نقديه للقران تنقد القران. يعني ما هاي من معذور يعني من عاتبها لان هي مستشرقه بعد. نعم. عندك 195 لازم ترد عليها. هاي لو قلت لك عليها ترد عليها تعلق عليها على الاقل سطر واحد. باء 195 الشفاهيه اي شنو هاي؟ تدعو اقراها بالله. الشفاهيه هي اقراها. باء الشفاهيه تدعو الى التفريق بين مرحله القران الشفويه والمصحف المدون وتاثير الشفاهيه والتدوين على النصوص واعتماد الدراسه ودورها في تاويل النص. نفس هذا مكرر. هذا انت كذبته قبل شويه قريناه نفس الفكره. يعني اكو كلام مكرر. هي قاعده يعني توحدها. هاي تخلي اكو هذه هسه قد صار عندك؟ هسه كم نقطه صار عندك 57 نقطه. يعني ما تقدر تسويهن بال30 تختصرها. نعم. والله أنا صراحة هذه الآن رسالتك أنا الذي أراه تحتاج إلى دراسة للرد عليها. دراسة للرد عليها على هذا الكلام. بس واحد يقعد يرد على هذا الكلام فقط. نعم. عندك 197 رقم 8 بالسطر الثالث عنوانها الذي مو التي صاغته. الذي صاغته. شفتها؟ رقم 8 ورقم 12 التأصيل الذي مو التي. هاي اكتبت لك يعني صفحة 199 200 تحتاج إلى اختصار. يعني كلام يعني مطول. اختصار يعني اختصر حاول تختصرها. 199 نعم. عندك 202 رقم 7 السطر الثالث أما بخصوص الدقة في إحالة الآيات فيوجد الكثير من الأخطاء في الإحالة. جبت لنا أمثلة عليها. 202 سلام. رقم 7 أما بخصوص الدقة في إحالة الآيات فيوجد الكثير من الأخطاء في الإحالة. رقم 7 نقطة رقم 7 السطر الثالث. هذا الأمثلة جايب لنا إياها أنت. إيه غير تذكر لنا إيه بالإحالة جيب لنا مثالين. اكتب هذا هيك قالت وهيك قال حالة. يعني أنت نموذج حتى لو واحد تقول لنا أنا هيك أخطأت. يجوز مو خطأ يجوز أنت تقول خطأ إحنا يجوز نقول صح. جيب لنا مثال شوفنا. لمس اليد يريد شيء ملموس. نعم. هنا صفحة 203 يوجد تداخل في الكلام. يعني هنا مثلا السطر الأول فك السحر امتيازات روحية كانت في السابق ذات أهمية. هاي العبارة يعني أنا دا أشوفها بيها تداخل صاير. رقم قبل يعني 11 فوق بداية الصفحة. اي بالله اقراها. هاي مثلا فك السحر امتيازات روحية كانت في السابق ذات أهمية. لا يجب أن ينظر إلى القرآن كجزء من المثلث الإبراهيمي تم فيه محاكاة الكتاب المقدس ببساطة بل كوثيقة لعملية ثورية جديدة لإبراهيم عليه السلام. ثورية لا يمكن تصورها بمعزل عن التأثير النبوي لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بمعزل عن مكة. يعني ما أدري هذا الكلام ما أعرف شنو. عندك هنا برقم 11 كتبت للوغوس مو
دكتور شنو الاشكال بهاي الفقره؟ يعني انا ما الكلام ده اشوفه يعني صحيح هذا الكلام؟ يعني هو شنو الخطا؟ انا اذا اشوف الكلام يعني مو مترابط. يعني بالنسبه للنايفات مو مترابطه بالنسبه لكتابتنا. لا بالنسبه لكلامها هي هنا انت يعني هي كلام هذا الترجمه يمكن بي خطا. انت نقلنا نصا مو صح هذا؟ هذا اللي بين اقتباسات. اكو عندك اقتباسات المثلث الابراهيمي يعني امتيازات روحيه كانت في السابق ذات اهميه لا يجب ان ينظر الى القران كجزء من المثلث الابراهيمي. هنا أنا هاي يعني مدى كلام ما مو واضح. عندك رقم 13 شنو الكتب المقدسه الثلاثه المثلث الابراهيمي. اي احنا ورثناها اللي التوراة والانجيل. يعني هذا هو اللي يقصد. هي ذات ترد عليه. نعم. ما يصير انه نحتوى جزء، يعني هي ذات ترد على طروحات طبعا استشراقيه سابقه. نعم. انه هو القران جزء تكميلي مثل ما ابراهيم قايل انه تكميلي يهودي. نعم. فهي ذات رد، بس هو الباحث اذا راح يتبع كل هاي الجزئيات ويبينها راح تصير 500. اي صح. هو الموضوع يعني شائك جدا شائك. عندك 13 السطر الثالث هنا اللوجوس شوف فوق بالغين هنا بالجيم. شنو هاي ليش؟ يا ايهما الصواب؟ اثنيناتهم صحيحه. زين 14 من مظاهر الضعف اقرا لي اياها. مظاهر الضعف لدى نويبر فيما نجعل المقارن هو عدم عدد من النصوص اليهوديه والمسيحيه التي لم تدرج ضمن الكتاب المقدس في كتابها. يعني ما تعزو الكتب؟ لا دكتور. شنو هاي هنا؟ من مظاهر الضعف لدى نويبر فيما نجعل المقارن هو عدد من النصوص اليهوديه والمسيحيه. نعم. اكو بعض النصوص تحيلني بصوره صحيحه، اكو بعض الاخر ما تحيلني. اكو بعض النصوص بتدمن وتحيلني للكتاب المقدس بس انه ممكن ضمن الكتاب المقدس. يعني من عندها تجيب؟ يعني ما اعرف المصدر ولا تحيل. وهي تسوي يعني بس هي تفتهم النصوص يسمونها الابوكريفيه. ايه ابوكريفيه. نعم. الابوكريفيه هي الاناجيل المنتحله. نعم. فهي هاي ما المفروض هي يعني تشير اليها، فهي ما اشارت. ما تشير الها. فاحنا قلت لك دكتور المشكله يعني بين لنا هاي شوي وضحها. اي يقول هاي مثلا تقصد مو التوراة والانجيل كتب اخرى. نعم. يعني هيك بالاختصار. هنا عندك 18 وقبل 17 عفوا بأن القرآن سطر القبل يعني الأخير من السطر وسط الصفحة بأن القرآن هو مجرد امتداد أو استجابة للنصوص الكتاب المقدس وهو ما يقلل من شأنه. بل اقراها وراها. بأن القرآن هو مجرد امتداد أو استجابة لنصوص الكتاب المقدس وهو ما يقلل من شأنه ومن خصوصيته وحياديته من مفاهيمه واستقلاله، وقد يؤثر سلبا على نتائجها ودراساتها لانتصارها لدياناتها. يعني هذا شنو هو؟ يعني هي أنت ما علقت أيضا. أنا ما علقت. إيه لازم تعلق. كتبت لك أنا أنت وياها ضدها. هذا عندك 18 و19 كلام مكرر اقراها. يعني لا تقراها هسه بس انت كلام هذا تكرر يعني انت الصياغه هذا الكلام هذا يمر علي قاري بالبدايه وانت هنا كانه صياغه بس ادمجها النقطه المتشابهه خليها في نقطه. حاول تقلل من عدد النقاط تدمجها. 18 وال19 دققها. يعني اكو كلام مكرر انا مر علي سابقا. الخاتمة رقم هاي عندك بالخمسة اكو نوفرت هاي انضافت بالسطر الثالث. هاي ما اعرف شنو ضفتها انت. هاي تحذف. السطر الثالث رقم 5 بالخاتمة. تلاحظ هاي كلمة نوفرت هي زيادة. رقم 6 السطر الثاني إضافة إلى ذلك مستوى الدقة المتدني في الإحالة وعزو أغلب الأقوال. يعني قبل ايش قلت؟ اكو عباره انا مرت علي بالرساله تقول هي دقيقه بالتوثيق. هاي ناقضت هذا الكلام السابق. انت بالمنهجيه مالتها تقول هي دقيقه بالتوثيق.
اي لا قصدي انت تقول هنا هسه دقيقه، قبل تقول انه غير دقيقه، هنا هسه تقول غير دقيقه، تقول المستوى متدني، قبل تقول لا دقيقه. رقم 10 بالصفحه 206 اكثرت نوفيرت من مقارنه القران الكريم بالكتاب المقدس في حول القران، السطر الثاني بالله، ويطلق على هذه العمليه في التراث الاسلامي الاسرائيليات. هي الاسرائيليات شنو تعريفها؟ بس اقرا رقم 10، اقراها بالله 10. أكثر طلبة من مقارنة القرآن الكريم بالكتاب المقدس في دراساتها حول القرآن الكريم وبيانه لغويا، وهو من خلال استدعاء قصصه، ويطلق على هذه العملية في التراث الإسلامي هي الإسرائيليات. استدعاء قصصه، قصص الكتاب المقدس هي إسرائيليات. بس هاي مو العملية تسمى إسرائيلية، إسرائيليات هي ما روي عن بني إسرائيل. الروايات الإسرائيلية ليش سموها؟ لأن رويت عن أهل الكتاب. اي لا هاي خطأ، مو إسرائيليات. إسرائيليات هي الروايات التي رويت، مو يعني انت تقول هذه العملية في التراث الإسلامي هي الإسرائيليات. انت تقول شنو هنا؟ تتكلم عن مقارنة، تقول مقارنة القرآن الكريم بالكتاب المقدس في دراساتها حول القرآن الكريم وبيانه لغويا أو من خلال استدعاء قصصه، ويطلق على هذه العملية يعني تقصد استدعاء القصص، هي مو بس الروايات عموما، روايات بني إسرائيل هي الإسرائيليات تسمى. نعم. أكو عندك برقم 13 السطر الثالث 207 الصفحة، للألفاظ الموجودة، مو التي موجودة، التي تحذف، للألفاظ الموجودة في القرآن. عندك 16 و17 أو العكس، هاي ب17 عفوا. هذه طبعا ال 16 كتبت لك عليها أيضا، هاي ذكرت سابقا مذكورة، يعني هاي المعلومات كلها أنت مرت علي بالرسالة. دققها أنت، دققها، تأكد إذا تقدر يعني تختصرها، أو يعني أنا مرت علي بالرسالة، يعني أي نتيجة، يعني الكلام هذا مكرر بالرسالة نفسه بالضبط، فحاول تطلع فشي جديد. ال 17 السطر الثالث أو العكس صحيح، مو العكس الصحيح، العكس صحيح. رقم 24 صفحة 209 سطر الثالث، هي تصحيحا للمسار، هي تصحيح للمسار، تصحيح. 27 ايضا هاي بالنتائج شو تقول انت؟ 27 ان القرآن وفق تصور نوفيرت ككتاب ليس هو المعجز. النوب على اعجاز، تقول الاعجاز هو القرآن مو معجز. هاي غير ترد عليها انت؟ رديت عليها انت؟ رد عليها. يعني تعرف انت يعني معلومة، الاعجاز هو الذي اقيم عليه الدين. شنو تعريف الاعجاز؟ اظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت اذا اعجاز ماكو بالقرآن، شنو ايش عندنا احنا عاد؟ هو القرآن يعني هو المعجزة الخالدة. اذا هي تقول الاعجاز ماكو بالقرآن يعني نفت الاسلام. يعني رد عليها، قول هذا كلام لا يقبل، هذا كلام رد، دافع عنه، هذا الكلام هذا غير مقبول. عندك في رقم 6 211 هذا ترى والله يعني لصالحك، هاي مو ملاحظات، وإنما أريدك أنت تضيفها. نعم الله يحفظك. رقم 6 صفحة 211 السطر الرابع، علامات تفعيل علامات الترقيم أو علامات التنقيط. نعم. ليش علامات التنقيط؟ هي بالرسائل الترقيم. أكو اختلاف. شنو الفرق؟ سابقا كانت تسمى علامات التنقيط. نعم. الاستخدام كان النقطة والفارزة، واكو بعد يعني اتطورت صار الترقيم. مصطلح البحث العلمي اتطور، صار علامات الترقيم.
جزاك الله خير. يعني كلام سليم. 7 والله. 212 بالمصادر والمراجع عندك بس رقم 2 يحذف، هذا قلت لك عليه ابن عثيمين يحذف، والأربعة يحذف. ابن قيم الجوزية أيضا، ابن القيم الجوزية احذف لنا اياه. اي هذا يحذف. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشكر يعني سعة الصدر وأعتذر عن إطالة. حقيقة يعني أنا استمتعت في هذه الرسالة، وهذه هدايا وليست ملاحظات. يعني إن شاء الله تكون رسالة متميزة في هذه الكلية. وأشكر الأساتذة وجميع الحضور على صبرهم واستماعهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكري وتقديري إلى جناب الدكتور قتيبة فوزي جسام على هذه التحف وهذه الهدايا، وأدعو الطالب إلى الأخذ بجميع تلك الملاحظ، وهي بمثابة يعني هدايا ثمينة ترسخ عمل الباحث وتجعل الرسالة يعني ذات قيمة علمية كبيرة جدا. والآن جاء دور الأخ الحبيب والزميل المبارك الدكتور حيدر أحمد حسين والأستاذ الدكتور حيدر أحمد حسين. يعني حقيقة قامة علمية كبيرة جدا، يعني جدا مسرورين وفرحين بوجود الأخ الدكتور يعني قتيبة، الله يحفظكم، بوجود الأخ الدكتور حيدر أحمد حسين. حقيقة الطالب يعني محظوظ ومرزوق على هذه اللجنة.